ازيكم يا بنات؟ في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم طريقة عمل حردة الجيرو بأظبط طريقة، وهتظبط معاكم ان شاء الله من اول مرة. انا عملتها في فيديو قبل كده بس الفيديو ما كانش واضح قوي، ففي الفيديو ده هعيد شرحها بطريقة اوضح. اولا احنا هنعمل حردة الجيرو وهنطلع خط الصدر. تمام؟ طيب خط الصدر بيطلع ازاي؟ اول حاجة احنا بناخد محيط الجيرو. محيط الجيرو ده بناخده ازاي؟ بصوا يا بنات، محيط الجيرو ده بناخده من هنا، بنلف المزورة عند اخر الكتف واول الدراع، بنلف المزورة هنا، بناخد المحيط ده بالظبط، بناخده على الكلاينت عادي جدا. طبعا عشان دراعها بيكون يعني دي ملهاش دراع، فمش عارفة اظبط لكم. بنلفه كده. تمام؟ بيطلع معانا الرقم اللي طلع معانا مثلا 40 كده اهو، طلع معانا 40. تمام؟ انا هخليه 42 لان الباترون ده بتاعي، يعني انا بعمله لنفسي، فهخليه 42. تمام؟ هنشوف بقى هنطبق ال 42 دول ازاي. يعني عندنا قلنا محيط الجيرو طلع عندنا 42، بناخده بالظبط، مش بنزود فيه سنتي ولا بننقص حتى سنتي، بناخده على الكلاينت بالظبط. تمام؟ بعد كده بناخد ال 42 دول نقسمهم على الاتنين، فهيطلع معانا 21. تمام؟ طيب ال 21 دول هننقص منهم واحد، هيطلع معانا 20 سنتي. تمام؟ هنرسم ال20 هننزل خط كده من خط الكتف، وهننزل 20 سنتي. هننزل 20 سنتي، ادي ال20 سنتي اللي نزلناهم. طيب ده كده المحيط، ده كده حردة الجيرو بالظبط، ده طول او نزول لحردة الجيرو. طيب ده كده لو محيط الصدر عندنا هنا 107. تمام؟ 107 على الاربعة فيها 26، فيها 27 الا ربع. تمام؟ ده النزول ده لو هنعمل ال27 الا ربع بالظبط. طيب لو احنا حابين نزود، يعني نعمل الفستان اللي هنعمله او البلوزة، عايزين نعملها واسعة، هنغير هنا. لو احنا طبعا بنرسم الربع. تمام؟ لو احنا هنخرج في الربع الواحد ده سنتي زيادة، يعني هنزود على ال27 الا ربع ده سنتي زيادة، فهيبقوا 28 الا ربع، هنبقى كده زودنا في المحيط كله 4 سنتي. تمام؟ طيب الواحد سنتي اللي خرجناه زيادة ده هنطلعه لفوق زيادة، يعني دي يعني النزول ده بدل المكان 20 سنتي هيبقى 19 سنتي. عايزين نزود سنتي كمان، يعني يبقى في المحيط كله زودنا 8 سنتي، هنطلع سنتي كمان. اللي هنوسعه من هنا هنطلعه من هنا. ليه؟ ده في حالة واحدة بس، لو احنا عايزين حردة الجيرو تكون مظبوطة على الدراع. طيب لو احنا مش فارق معانا وعايزين الكم كمان واسع، لا هنوسع عادي. بس في مثلا زي العبايات، في عبايات بتكون مثلا للامهات او كده، بنوسع على محيط الصدر، ممكن نوسع 20 سنتي. طبعا احنا لو عملنا حردة الجيرو وزودناها ال5 سنتي دول هتبقى واسعة جدا، فاحنا هنطلع ال5 سنتي اللي احنا عايزين. لو احنا عايزين الكم يكون مظبوط عليها، فلا ال5 سنتي اللي هنطلعهم زيادة، اللي هو مثلا محيط صدرها 25 سنتي، ده الربع، يعني المحيط كله 100. طيب احنا عايزين العباية واسعة عليها من عند الصدر، مش عايزينها مجسمة، هنعمل ايه؟ عايزين نزود 5 سنتي كمان، هيبقى 30، هيبقى كده زودنا على المحيط 20 سنتي. طيب ال5 سنتي اللي زودناهم دول هنطلع منهم 3 سنتي لو احنا عايزين حردة الجيرو فيها براح شوية. لو مش عايزين فيها براح خالص هنطلع ال5 سنتي اللي زودناها. فانا دلوقتي بعمل الستايل ده ليا انا بعمل لنفسي، فده باتروني. هقول لكم دلوقتي انا عندي هنا محيط الصدر 27 الا ربع، انا هزود عليه كام؟ انا هخلي محيط الصدر عندي 28، هبقى طلعت كده سنتي وربع، فالربع ده مش هيفرق في حاجة، هخليه 28. تمام؟ ربع محيط الصدر عندي 28. بصوا يا بنات، انا ممكن ما ازودش او هزود نص سنتي بس. تمام؟ فاحنا هيبقى معانا محيط الصدر 27 وربع. تمام؟ هزود بس نص سنتي في الربع الواحد، لان كده كده الستايل ده هيبقى فيه توسيع.
فانا هخرج 27 وربع كده. قبل ما اشد خط انا خرجت ايه؟ انا خرجت نص سنتي. النص سنتي ده هطلعه لفوق لان انا عايزه حردة الجيرو عندي مظبوطه بالظبط. انا مش هخرج يعني انا اهو طلعت نص سنتي لفوق. تمام. هشد خط، ده كده بقى خط الستر. سبعة وعشرين وربع ده خط الستر. هنزل من الخط ده، من خط الكتف هنزل عمودي على خط الستر كده. كده احنا طلعنا ازاي؟ بصوا يا بنات واحده واحده، انا عارفه ان هي ممكن تكون يعني مش واضحه قوي، هحاول اوضحها لكم. اول حاجه احنا بنرسم خط الكتف والرقبه عادي جدا. عايزين نجيب الجيرو، حردة الجيرو مظبوطه. هنعمل ايه؟ هناخد مقاس حردة الجيرو زي ما انا قلت لكم على الكلاينت. هتاخدوها مظبوطه، مش هتزودوا ولا هتنقصوا. هتقسموها على الاتنين ناقص 1 سنتي. يعني فرضا طلعت 42، هتقسموا على الاتنين فيها ال21، هتشيلوا 1 سنتي من ال21 هيتبقى 20. هيبقى ده هتنزلوا كده، ده هيبقى خط الصدر. ال20 دول من خط النزول، من خط نزول الكتف، مش من فوق من هنا، لا من هنا. هتنزلوا كام؟ 20 سنتي. ده في حالة ان انتوا مش عايزين الموديل واسع من هنا، الموديل هيكون مجسم. تمام. طب فطبعا في معظم الفساتين الحاجه ما بتكونش مجسمه قوي، بيبقى فيها وسع، خصوصا الحاجات بتاعت الايام دي بتبقى اوفر سايز وكده. طيب لو انتوا هتعملوها بالظبط، عايزين المحيط مظبوط بالظبط، هتنزلوا لحد ال20. طب عايزين تزودوا 4 سنتي على المحيط كله، ده معناه ان انتوا هتزودوا 1 سنتي في الربع. ال1 سنتي اللي هتزودوه، يعني مثلا انا عملت هنا 27 وربع، عايز ده مثلا فرضا ده محيط ربع محيط الصدر بتاعي، عايز اوسع 4 سنتي على المحيط كله، فطبعا هطلع 1 سنتي كمان، هخليها 28 وربع. ال1 سنتي اللي انا هطلعه ده هطلع بيه من هنا. ليه؟ لان انا لو رسمت على 28 وربع اذا انا خرجت زياده، فمحيط الجيرو عندي هيكون مش مظبوط. طيب لو مش مظبوط ايه اللي هيحصل؟ عندي الكم لو انا عايزه اعمل فيه بومبي او اعمل بوف او كده مش هيكون واسع، فالبومبي ده في الكم الواسع ما بيكونش حلو خالص. فاحنا علشان كده عايزين نعمله مظبوط، رغم ان ممكن يكون الستايل نفسه واسع. وحتى لو عايزين نوسع كمان نخلي بدل 4 سنتي لا نزود 8 سنتي على المحيط، هيبقى زودنا في الربع الواحد 2 سنتي. لا ال2 سنتي دول هنطلعهم من هنا وهنرسم خط يعني مثلا عايزين نوسع 2 سنتي من هنا، هنطلع من هنا 2 سنتي وهنرسم، هيبقى ده خط الصدر. هيبقى ده مش ده، هنلغيه خلاص، ده اللي هيبقى خط الصدر. ده علشان نوصل لحردة جيرو مظبوطة. تمام. اتمنى تكون الفكرة وضحت. هنعمل كده بعد كده ايه؟ ده كده عندنا خط الصدر. تمام. هنجيب الكيرف بتاعنا، هنيجي هنا عندنا 19 ونص، هنقسم ال19 ونص دول على الاتنين، وهنقسم الخط ده بالنص كده، وهندخل منه 1 سنتي. هندخل من الخط ده 1 سنتي، وهنجيب الكيرف بتاعنا هنظبطه على نهاية محيط الصدر. هنظبطه على نهاية محيط الصدر، بيمر يعني هنا اهو، بيمر بالواحد سنتي اللي احنا خرجناه ده لحد نهاية الكتف. فهيبقى ازاي؟ شايفين كده بالظبط؟ شايفين كده يا بنات؟ هنجيب بقى هنوصل كده، دي كده حردة الجيرو المظبوطة بتاعتنا. تمام. طيب تعالوا نقيس حردة الجيرو دي هتطلع معانا كام. $24 سنتي.
24 سنتي ده اكتر مقاس مناسب، وهيكون مريح الجيرو، ولا هو واسع ولا هو ضيق، هيكون مظبوط جدا. عارفين يا بنات لو حبيتوا تزودوا كمان تطلعوا سنتي من هنا وطلعتوا السنتي ده هنا وجيتوا تقيسوا حرة الجيرو هتفضل برضو 24. انما لو طلعتوا السنتي اللي هنا ومديتوا الخط ده هيبقى معاكم الخط 25، فهيكون مش مظبوط. تمام. فدي اظبط طريقة للجيرو، وبتطلعها من اول مرة. يعني جربوا الطريقة دي، امشوا عليها من اول مرة هتظبط معاكم.